السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ تسألوني كيف أروح من جدة إلى الرياض ومن الرياض إلى جدة بالسيارات الكهربائية. شوفوا سيارتي هنا على سطحها لأنه ما في شواحن بين الرياض وجدة. أهي سيارتي على سطح. الرجال راح يريح ينام شوية وبعدها حيروح فين؟ إلى جدة بالصفحة هذه زي ما انتم شايفين لايف. ونحن ما علينا الا نستنى ونصبر. اصحاب المحطات من الجهلاء اللي ما هم عارفين قديش نمو السيارات الكهربائية، ومن الناس المعاندين اللي يبغى الا يستمر على النظام القديم، ما يبغى يجدد وما يبغى يتطور. هذه هي مشكلتنا معاهم، واللي يجيب لك التقنيات اللي ما لها اي فايدة. بعض الشواحن الدي سي البطيئة، عندك اي سي ودي سي، في شيء بين ابو 10,000 ريال الى 300,000 ريال. يا اخي ابو 10,000 يمشي لنا امورنا، يعني اقل شيء حطوها، يعني الكترومين، في ايفل، في اي في اي كيو، في حقون تسلا. بس مشكلتنا الوقت. الآن نحن بنعاني من زحام شديد في كل المحطات حق الشحن الكهربائية. الشواحن ما حد صارت تكفي الحاجة، ولا حد صارت تكفي السيارات الموجودة. صرنا نقعد نستنى دورنا، فنحتاج شواحن أكثر. الشواحن لا تكفي لحاجة المستخدمين الحاليين وحجمهم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى أنا في المطار، السبب ليش اخذتها رياض اللوحة حق الاعلانات ولا شيء، او شوف النور بيجيكم اهو لايف.